ايزي كاش لو مهتم باخبار التطبيقات، وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. اشترك في القناة وهتعرف كل ده مني. ايزي كاش تطبيق لقروض شخصية بيديك لحد 79,000 جنيه و800. ومش عارف اشمعنى المبلغ ده يعني، بس ما علينا. والكارد بتسدده لحد 120 يوم، بمعدل فايدة 1% زي ما بيقولوا. كل المطلوب منك عشان تاخد الكارد دوت ان انت تسجل حساب. بيطلب منك الصورة سيلفي وصورة البطاقة ومعلومات جهات الاتصال بتاعتك والمعلومات المصرفية وقدرتك على الدفع. وبعد كده بتطلب الكارد اللي انت عايزه. بعد ما بياخد الداتا بتاعتك بيبص عليها هل فيها داتا تستاهل ان انا اديك كارد. لان طبعا انت عارف ان انت مفيش حد ائتماني لحضرتك في التطبيق، او ما يعرفكش قبل كده. مش زي البنك مثلا لازم اصول، لازم مش عارف ايه. مفيش اي حاجه. فهو كل اللي بياخده البيانات اللي بياخدها منك كلها عن طريق الموبايل بتاعك. والله يلاقيك عندك حاجه وداتا تخاف عليها، فممكن يديك مثلا 500 جنيه، ويقول لك بعد 5 ايام تسددهم 1100 جنيه. لو انت عندك استعداد ان انت تاخد 500 جنيه وتسددهم 1100 جنيه، معلش 600 جنيه وتسددهم 1100 جنيه بفايده اكتر من 90%، فما فيش مشكله. لان التطبيق ما بيديكش اللي على 3 اشهر ولا شهرين ولا حتى شهر الكارد بتاعك. وبخلاف كده ما بيديكش الكارد اللي انت عايزه، بيديك الكارد اللي هو شايفه ممكن يديهولك. فممكن تبقى انت حضرتك مش محتاج الكارد ده، تقول له انا مش محتاجه. لا، هو ما فيش حاجه زي كده حضرتك، واحنا خلاص كده حولنا لك الكارد وتوافقنا لك على الكارد ب 600 جنيه. هتدفعهم 1100 جنيه خلال 5 ايام. لو حابب حضرتك تشترك في الكارد او تشترك في التطبيق ده وتعمل تسجيل حساب، اديك عرفت المعلومات مني. لو مش حابب، يبقى جزاك الله خيرا، ان الربا فاحش ومعلوماتك وصورك وفيديوهاتك انت اولى بيها، عشان الحاجات دي تتباع. شير ولايك وسبسكرايب، واستنى انت في تطبيق جديد في قناتكم ريفيو اب.